أكثر المشاهد الكوميدية اتقدمت في الأعمال الناجحة جدا جماهيريا، إذا كانت تلفزيون أو مسرح أو حتى في السينما. فتعالوا نعمل قائمة لأكثر المشاهد في الكوميديا المصرية اللي اتقدمت في السنين اللي فاتت. تعالوا أنا وأنتوا نساعد في إن المشاهد دي ما تتكررش من تاني. أنتوا باللايك الجميل وأنا هحكي لك. الحالة اللي في 402 دي عايز تاخد بالجزمة. اديها بالجزمة. هروح اديها. أول مشهد معانا في قائمة الكوميديا القذرة هيكون مشهد أنام معاها أو أنام معاكو، وهو المشهد اللي كان في فيلم كركر اللي كان من بطولة محمد سعد. ما تفهمش إيه اللي جه في خيال المؤلف عشان يكتب جملة زي دي في سياق كوميدي لفيلم كل العيلة هتدخل تتفرج عليه، ويتحول المشهد من المفروض مشهد كوميدي الناس تضحك منه من كاركتر عبثي كان عمله محمد سعد لمشهد قذر بسبب الكتابة اللي اتقدمت في السيناريو. رقم 2 معانا وهو مشهد كوميدي اسفاف اخلاقي من نوع مختلف، وهو مشهد من فيلم لخمة راس لما كان احمد رزق رايح يتقدم لمها احمد وقاعد مع والدها. المشهد ده انا مش فاهم ولا متصور ازاي الكاتب تخيلوا لو للحظة ان القذارة دي ممكن تضحك الناس. الغريب ان الفيلم ده نجح جماهيريا جدا في التلفزيون بعد ما اتعرض في القنوات. الظاهر الكرسي بتاع حضرتك بتزيق يعني. امتى يا فندم؟ رقم 3 معانا وهو مشهد من فيلم حاحة وتفاحة. ودايما لما تلاقي ان المؤلف بيتجه للطريقة في الايحاءات وفي الكلام، بعض الاحيان كلام صريح كمان جنسي بيكون بيعبر عن حاجة معينة عشان يضحكك منها، اعرف ان ده اسفاف او فقر ابداعي. وهنا المشهد هيكون مشهد انت ما بتعرفش اللي قالته الراقصة اللي كان اسمها مروة حاجة تقريبا للفنان طلعت زكريا الله يرحمه، واللي تحولت الجملة لأغنية الفيلم ساعتها، وتقريبا الكل والاطفال كانوا بيغنوا الاغنية ديت من الفيلم بتاع حاحة وتفاح. انا عايزك تقولي لي بصراحه، والصراحه راحه. هو انا خلاص يعني انا لسه بخيري؟ ما اقدرش اجاوب عليه شفا. رقم 4 وهو مشهد الاصوات المقززة. المشهد اللي قدمه هاني رمزي في اهم فيلم في تاريخه تقريبا، وهو فيلم غبي منه فيه. وهو مشهد اللي جمع ما بين هاني رمزي ونيلي كريم وهم قاعدين بيشربوا الحاجة الساقعة على الكورنيش تقريبا، وكم الاصوات المقززة اللي طلعت في المشهد. والمفروض ان ده مشهد كوميدي يضحك الناس بعادة هي الأسوأ للإنسان البشري عامة. اوعي تقولي كده، دي أغنية عظيمة كلها. نجم المشهد اللي معانا دلوقتي وللأسف الشديد هو الفنان أحمد مكي، اللي بسبب الفقر الإبداعي وقلة الاحترافية في الكتابة، أو خلاص كان مسلسل الكبير قوي بيقع بسبب إن مفيش أفكار جديدة، فاتجهوا للطريقة دي في الضحك. وهو المشهد بتاع الكبير قوي لما قال جملة شغلانة زرقاء وكان بيعبر عن معناها باللغة الإنجليزية اللي ليها معنى تاني غير أخلاقي تماما. فبالتالي برضو المشهد ده يعتبر من أقذر أنواع الكوميديا اللي اعتمدوا عليها بعد كده، زي مثلا فيلم الشاطر وغيره. مش كل حاجة يعني تترجم حرفي يعني، ولا تبقى شغلانة زرقاء. رقم 6 معانا وهو الإسفاف الصريح لنجم بحجم محمد هنيدي لما يجي في مشهد في فيلم المفروض انه معمول للأطفال وهو فيلم الإنس والنمس، ويتقال بالحرف انتوا بتتفرجوا على فيلم سكس ولا ايه في جوه الفيلم وجوه قاعات السينما، ودلوقتي بقى على المنصات وعلى التلفزيون كمان. ولأن محمد هنيدي تقريبا بقى له فترة طويلة قوي مفلس تماما من الكوميديا، فاضطر في أواخره انه يتجه للنوعية دي من الكوميديا اللي برضه ما ضحكتش حد للأسف. تتفرجوا على فيلم سكس ولا يا تحسين؟ ايه عاوز اتفرج معاك يا مجنون انت، فيلم سكسي ايه؟ المشهد اللي جاي معانا هو مش بس المشهد هو اللي سقطة جوه الفيلم كله بالنسبة لي سقطة لنجم كبير بحجم عادل إمام، وهو فيلم التجربة الدنماركية. ولكن المشهد الأكثر قذارة بالنسبة لي جوه الفيلم هو لما الأب قعد في فرح وسط ولاده واتكلموا على العروسة إنها خبرة. المشهد ده كان من أصعب المشاهد اللي عادل إمام تقريبا قدمها طول حياته، لأنك بتقدم دور أب أيا كان الأب ده عامل إزاي. الأب مهما كان سيء بيجي قدام ولاده وبيحاول يكون قدوة كويسة ليهم، إلا إن المشهد ده بالتحديد ضرب بكل أخلاقنا وقيمنا بعرض الحائط. وتلاقي إن عادل إمام الأب قاعد مع ولاده بيتكلموا على عروسة يوم فرحها إنها خبرة. لا البنت خبرة بصراحة يعني، خبرة. شوفوا قاعدة إزاي،
القعده دي مش قعده اول دخله ابدا. طب كده احنا اتكلمنا على مسلسلات وافلام، طب تعالوا نروح للمسرح. هنلاقي في مسرحيه اسمها واحد ليمون والتاني مجنون. في مشهد في المسرحيه دي بيتكلم على قبلة الحياه، وان المفروض في واحده في البنك بتموت ومحتاجه قبلة الحياه عشان ترجع تعيش من تاني، ويجي محمد نجم الفنان الكبير ويبدا يعمل سكتش هزلي تقريبا من اقذر ما يقال على المسرح في سياق كوميدي. كان محمد نجم تقريبا بيكرره كل مسرحيه، ولكن في المسرحيه دي بالتحديد كم التريقه والتنمر على شكل الست اللي بتموت تقريبا كان من اكتر الحاجات الصعبه انك تسمعها اصلا. دي محتاجة قبلة الحياة، يعني عشان هي تعيش نموت كلنا. اخر مشهد معانا وهو على المسرح برضو من مسرحيه انا بحبها جدا، ولكن المشهد ده كان اسفاف لدرجه كبيره، وهو مشهد من مسرحيه اخويا هايص وانا لايص من بطوله الفنان الكبير سمير غانم. البدله الحمراء اللي ابتكرها الفنان الكبير سمير غانم الله يرحمه قدمت نوع من الكوميديا يعتبر اسفاف على المسرح بكل ما تعمل الكلمه من معنى. وبرغم حبي الشديد لسمير غانم الا ان المشهد ده كان من أسوأ المشاهد اللي قدمها سمير غانم على المسرح، بكم الإيحاءات المرئية من البدلة والسماعية من إفيهات سمير غانم كمان. طلقة فشر وشرفك لو أطلقتهم عليك ما تلاقي نفسك. ويمكن اقول لك ان في نكته بس هي اللي ضحكتني في المشهد، وهي المشهد كله بالنسبه لي، وهي نكته ان واحد سأل ابنه قال له ليه مصر هي اغنى بلد في العالم وهتفضل طول عمرها اغنى بلد في العالم؟ قال له ليه؟ قال له علشان مصر بقى لها 6000 سنه بتتسرق ولسه شعبها لاقي ياكل. وسمير غانم اللي قال النكته دي مش انا. المهم قولوا لي رايكم في المشاهد اللي اتكلمنا عنها، ويا ترى هل المشاهد دي تعتبر فعلا من اقذر المشاهد الكوميديه اللي اتقدمت اذا كانت اخلاقيا او حتى فيها نوع من انواع الاسفاف الباين قوي في نوع الكوميديا؟ مستني رايكم في التعليقات في كل اللي قلناه، ويا ترى في مشاهد تانية المفروض كنت اقولها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. اشوفكم الفيديو الجاي.